ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معايا صاحبتي هنعمل اكل مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. طبعا بنعمل لكم حاجه بسيطه عشان خاطر برضو مذاكرتنا وما نقدرش برضو ننساكم، فرجوا بقى معانا. بصوا بقى، هنعمل مع بعض الناجتس زي ما بيقولوا كده. هنحط معانا بصل وبانيه وبطاطس مهروسه وتوابل و بصوا بقسماط مطحون. هنحط اهو البصل ونضربه. بصوا كده بعد ما فرمنا البصله ماشي، هنحط البانيه زي البرجر البانيه اللي انا عملته معاكم، بس هنحط بطاطس مهروسه بس. هنضرب ده كمان واجيلكم. بصوا بقى، نشيلها كده. ده بقى شكلها. هننزل البصل ده بالشكل ده، انتوا شايفين. هنحط بقى البطاطس المهروسه، نحط بقى التوابل. طب فلفل اسود وملح وكاري وكركم وبابريكا وكده. نحط فلفل اسود الاول بعدين ملح. يلا اتفضلي. هنضرب بقى كده. مش عارفه احطها. هنضربها بقى ونرجع لكم. حلو ماما. اضربي اضربي حلو يعني، عشان اشوف شغلك، يعني انت فاهمه قصدي. اضربي. بصوا بقى ادي اهو، شايفين. هنحط بيضايه. بصوا بقى كده بعد ما احنا حطيناها في الطبق، ودي ميه عشان نعمل بيها. احنا هنا جربنا قبل ما نعمل قدامكم. بصوا بقى هنعملها ازاي. هنحط من الاول ميه في ايدينا علشان ما تلزقش، وبعدين هنحطها في ايدينا ونعملها مربعة صغيرة، وبعدين نحطها في البقسماط وهي طلعت بالشكل ده بالظبط. يلا يا رحمة معايا. نحط ايدينا كده ميه. اظن مفيش حاجة اكتر من كده وطعمه تحفة. عملناها وده بقى شكلها في الاخر. هنحطها في التلاجة تاخد يعني تتشمع كده شويه صغيرين، ونرجع لكم واحنا بنقليها. ده بقى شكله بعد ما طلع من التلاجة. وادي الزيت ادى، نحط واحده واحده اهو كده وحاجة خفيفة معلش. يستوي، ونرجع لكم بقى ونشوف هنعمله ازاي بالسندوتش. معايا هنا طحينه. انت ممكن تحطي كاتشب او ممكن تحطي مايونيز، بس احنا عشان دي معانا الطحينه بتاعتها. هنا اسهل. هنحط كده ونوزع. وادي الناجتس هنقطعها 2، شايفين. طب كده اهو. بس ممكن برضه تعملي معاها بطاطس، بس احنا عشان مفيش وقت. واحده كمان اهو، نعملها كده. بصوا بقى ده في الاخر. انت طبعا ممكن زي ما قلنا تعملي في الجريل بدل شكلها كده، بس احنا هناكلها كده بقى للاسف. وموزاريلا بقى ممكن تحطي موزاريلا على كاتشب على بتاع. انا عملتها معاكم قبل كده باينه، واختي مش فاكره. المهم ما تنسونيش في كل جديد، وانا لو لقيت حاجه نعملها هعملها معاكم، مش هتاخر عليكم. يلا باي باي.